أهلا ومرحبا بكم أخواتي في فيديو تاع نهار اليوم. الفيديو تاع نهار اليوم كما راكم تلاحظوا جيتكم بدولمة القرعة والبطاطا. ما كاش اللي ما يعرفش الدولمة تاع القرعة والبطاطا، هذه أكلة جزائرية تقليدية، كامل الأمهات كانوا يديروها. أنا اليوم جيتكم بها وفكرتكم بها قبل ما نبداو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والجام ونبداو على بركة الله. نجيبو كمية تاع فيوند عشي كيما راكي تشوفي، والرز كنت انايا نص كاس تاع رز كنت درتو في الماء واحد ربع ساعة، طلق كامل هذيك البيوضية تاعو وقطرته. مطرق تاع كرافس ومعدنوس والقرفة والثوم، البصل مقطع. انا عندي هذا النوعية تاع البصل، تقدري انك ديري بصل تفوتيه في الاشوار ولا. والبطاطا والقرعة وفيديتهم من الداخل، البطاطا والقرعة كما شفتوا، والحمص كما راكم تشوفوا. انا حمص هنايا منفخ ماهوش طايب من قبل. نجيبو كسرونه ونديرو فيها البصل تاعنا كما راكم تلاحظوا، ونضيفوا له الزيت. انا يعني كاين اللي تحب دير شويه زبده دير زبده، انا ولادي ما يحبوش البنه تاع الزبده، ما نديرش الزبده، واللي تحب دير الزبده دير الزبده مع الزيت. انا درت هنايا غير الزيت ونخليه يتقلى. بعد ما تقلى نضيفو كمية تاع ملح، والملح يبقى أذواق. ونضيفو أيضا القرفة، الفلفل الأسود والقرفة، عود تاع قرفة. من الأحسن أنك تكون عندك عود، ولا ما عندكش العود عندك غبرة ديريها. الثوم، زوج سنات تاع ثوم، ونخلوهم يتقلاو، ونغطو ونخلوها تتقلى معنا. بعد ما تقلات وذاب لنا البصل نزيدو الكرافس تاعنا، نحطوه هكاك طويل باش ما قطحتوش، باش من بعد نحيه ونمرق بالماء السخون. وندير الحمص تاعي، ندير كمية تاع ماء اللي يطيب لي فيها الحمص، ونغطي ونخلي الحمص تاعي حتى يطيب. ونجو دركا للفيونداشي تاعنا، نضيفوا له المعدنوس تاعنا اللي كنا قطعناه، نضيفوا له كميه تاع المعدنوس يعني حسب الرغبه. ونضيفوا له الثوم، زوج سنات تاع الثوم كبار. الرز اللي كنت انايا درتو في الماء، طلق كامل هذيك البيوضيه، ومن بعد صفيته وخليته قطر. ونضيفو القرفه والفلفل الاسود وراس الحانوت، كمية تاع راس الحانوت. ونضيف أيضا حبة بيض صغيرة باش يتلم لنا الفيونداشي تاعنا ومع بعض كي نديرو في القرعة والبطاطا ما يخرجناش منهم، يعني يبقى الداخل في القرعة والبطاطا. نسي أنا نخلط بيدي كما راك تشوفوا، أنا مع الفان خلطت بيدي، نسيب راحتي كي نخلط بيدي. يعني هذه أكلة جزائرية يعني قديمة، كانوا أمهاتنا يديروها، ذوك قليل اللي يعني اللي راهم يديروها. نتمنى أنهم كامل الأمهات يديروا الأكلات الجزائرية لأبنائهم باش يتربوا عليها ويعقلوا عليها. لازم نربوا ولادنا على كل حاجة تقليدية، نديروا لهم أي حاجة تقليدية. الأم الجزائرية لازم تتعلم من الدير الأكلات الجزائرية التقليدية باش يتربى ولادها عليها. ما نسيت أنايا راح لي المقطع تاع الملح، أني ندير الملح في الفيونداشي، ما صورتوش. نضيفوا الملح في الفيونداشي نتاعنا. وهنايا جبت شوية زيت وملح، الزيت والملح وفلفل الكحل، درت شويه زيت وملح وفلفل الكحل وخلطتهم. راح نديرهم للقرعه من الداخل، بيسك القرعه صامته كما تعرفوا انه القرعه ماهيش حلوه، القرعه تجي دايما صامته. نضيفوها لها من الداخل باش تجينا القرعه تاعنا حلوه كما راكم تشوفوا. انا تفكرت هذه الاكله وقلت وعلاش ما نديرهاش معاكم، بيسك تعجبني بزاف. كي كنت صغيرة كانت الأم تاعي ديرها لنا بزاف، سورتو كنا نديروها في رمضان، نعقل رمضان كنا نديروها. الأب تاعي كان ياكلها بزاف هذه الأكلة، سورتو بالبطاطا والقرعة.
يعني لحد الآن يحبها بزاف، يعني هذه أكلة جزائرية. زي إن كامل نعمر القرعة تاعي والبطاطا تاعي. كيما راكم تشوفوا الأخوات اللي أول مرة يشوفوا الفيديو تاعي، نتمنى أنهم يشاركوا في القناة تاعي باش يوصلهم كل جديد على القناة. سي أنك تدخلي كامل الفيونداشي لداخل كما راكي تلاحظي. وتوالم بزاف هذو نهارات البرد، لازم يكون نسيو ان نديرو دايما حاجة سخونة في البرد كي يكون البرد. والفيونداشي اللي بقى لي درتو ديبولات كيما راكم تشوفوا، كيما راكي تلاحظي الاخت الفيونداشي اللي بقى لي درتو ديبولات. والان نروحو نفقدو القدرة تاعنا، نحو هذاك الكرافس تاعنا اللي كنا درناه في المرقة تاعنا، ونحو ثاني القرفة، هذاك العود تاع القرفة نحوه. ونجو الآن نديرو البطاطا تاعنا نديروها في المرقة، البطاطا والقرعة كيما راكي تشوفي الأخت. يعني نقصي للنار ما تكونش زايده، بيسكو كان تكون تطبخ راح كامل يخرج لك داك الفيونداشي من القرعه والبطاطا. يعني كي تكوني ديري فيهم لازم تكون النار مهفته باش ما ينتحلولكش لي بولات ويخرج لك الفيونداشي من القرعه والبطاطا. يسيي تحركي غير بالعقل. ونغطو عليها ونخلو البطاطا تاعنا والقرعه طيب. وكي تجي تفقديها حركي غير باش متحركيش بالمغيرفه، بيسك قادره يتكسروا لك القرعه تاعك والبطاطا تاعك. شوفوا دوكا كي طابت لنا الدولمه تاعنا تاع القرعه والبطاطا، انا ضفت لها شويه معدنوس في الاخير، ضفت لها شويه معدنوس مع الاخير. الان نطفو عليها ونروحو نشوفوها في صحن التقديم نتاعنا. هاي بينا في الاخير الدولمة تاعنا تاع البطاطا والقرعة كيما راكم تشوفوا. شهيتكم في الجنة. انا هذه الكيفية نحبها بالبزاف، نحبها بالبزاف، حتى ولادي وعلمتها لهم يحبوها بيسك نديرها بزاف هذه الكيفية. نتمنى انه الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال الاعجاب نتاعكم، وشهيتكم في الجنة الاخوات، ونتلاقاو في فيديوهات قادمة ان شاء الله، ومع السلامة.